خبر آخر الحقيقة يعني هو عاجل، لأنه ورد إلينا منذ قليل أنه تجددت الاشتباكات مرة أخرى في جامعة الأزهر، وامتدت الاشتباكات إلى خارج نطاق الجامعة، وحصل دلوقتي قطع طريق على طريق النصر أمام جامعة الأزهر. ومعانا للتفاصيل دكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام. يعني هذه الاشتباكات احنا متعودين انها كل يوم تقريبا بتحصل في جامعة الازهر، ايه الوضع النهارده؟ وهل الطريق مقطوع فعلا امام الجامعة؟ والله الوضع اللي حوالي 700 800 طالب كانوا يتظاهرون حرم الجامعة، واستمرت هذه المظاهرات لا يقرب من نصف ساعة تقريبا، ولكن انا ارى دلوقتي الان انا في الجامعة الان انهم خرجوا الى خارج الحرم الجامعي، وطالما خرجوا الى الجامعة غير مسؤولة عن ما يحدث لهم خارج الجامعة. يعني انا ارى بعيوني يعني هم خرجوا من حرم الجامعة وقطعوا الطريق. خرجوا من حرم الجامعة، والجامعة غير مسؤولة عما يحدث لهم خارج الجامعة. الجامعة احنا قلنا قبل كده عندما يتظاهرون داخل الحرم الجامعي فهو حماية لهم، اما عندما يخرجون الى خارج الجامعة فالجامعة غير مسؤولة عما يحدث لهم من اي اشياء اخرى. يعني طيب حضرتك لأن هو خارج الجامعة اصبح فرضا عاديا ليس طالبا، عندما يخرج من الجامعة هو ليس بطالب وانما هو فرض عادي. ايوه، يعني احنا عارفين انه الجامعه طالما في اطار السلميه يعني. نعم، الجامعه غير مسؤوله طبعا عنهم خارج جدران خارج نطاق الجامعه، لكن بما ان حضرتك شاهد عيان من المكان، هل في اشتباكات خارج الجامعه دلوقتي ما بينهم وما بين؟ لا ارى اشتباكات. انا عارف انهم واقفين عند البوابه الخارجيه، انما هم لم يقطعوا الطريق بعد، لم ارى اشتباكات الى الان يعني. ما فيش اشتباك، بس هم قاطعين الطريق، يعني في قطع للطريق. لا هم ما زالوا يعني الطريق ماشي، ولكن هم يعني ما فيش قطع للطريق، هم متواجدين خارج اسوار الجامعه خارج الجامعه لكن ما قطعوش الطريق. يمكن ازدحامهم او تكدسهم عامل اعاقه شويه في سيوله المروريه. عمليه تكدس بس بالنسبه للسيارات يعني. طيب اعدادهم يعني كتير ولا؟ اعدادهم تقريبا 700 طالب تقريبا او 600 طالب. طيب هل داخل الجامعة الدراسة مستمرة وبتسير بشكل عادي؟ الدراسة داخل الجامعة مستمرة ومنتظمة. الدراسة لم تؤثر هذه المظاهرات على أي محاضرة من المحاضرات داخل كليات الحرم الجامعي. فجميع الكليات المتواجدة في الحرم الجامعي الدراسة مستمرة ومنتظمة، ولم تؤثر هذه المظاهرات على أي من العسكرة العملية التعافية الحمد لله. طيب هو ده الحقيقة كان موضوع يعني حاجة مستمرة في كل الاحتجاجات اللي فاتت، انه الدراسة ما كانتش بتتعطل على مدى الأيام الماضية أيضا في جامعة الأزهر. الدراسة لم تتوقف ولن تعلق في أي من الأيام حتى لو استمرت مظاهرات إلى آخر أيام الامتحانات. تمام. الأعداد زي ما حضرتك قلت لي يعني تقريبا 700، مش قليلين يعني زي المرات اللي فاتت تقريبا يعني. هم اجتمعوا في الأول داخل الجامعة وبعدين خرجوا خارج أسوار الجامعة. داخل الجامعة حول الكلية لمدة نصف أو ساعة وربع تقريبا. نعم. ثم خرجوا إلى الشارع، وطالما خرجوا إلى الشارع الجامعة غير مسؤولة عن هؤلاء الطلاب. هل كان في مطالبات رفعوها داخل الجامعة قبل ما يخرجوا بره الجامعة؟ يا سيدتي المفاوضات خارج عن إرادة الجامعة، لأن المفاوضات كلها سياسية، الشهادات كلها سياسية. لا يعني ما فيش حاجة ليها علاقة بالإفراج عن زمايلهم الطلبة، الاعتراض على مجالس تأديبية. الإفراج عن الطلاب. احنا بالنسبة لجامعة الأزهر فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة شكل لجنة قانونية لمتابعة حالة الطلاب اللي هم تم القبض عليهم، وفي بعض الطلاب خرجوا والبعض الآخر ما زال التحقيق جاري. فالتحقيق طالما تحقيق لا تستطيع أي إضرار أيا كانت أن تتدخل في عملية التحقيق. أشكرك دكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر، ونقلت لينا الصورة من داخل الجامعة زي ما ذكر. الطلاب فعلا خرجوا خارج جامعة الأزهر، أعدادهم حوالي 700 طالب، لكن ما فيش قطع للطريق، لكن الطريق فيه مشكلة في السيولة المرورية بسبب التكدس والازدحام.